بيبدأ المسلسل مع سيون، وفي يوم بتكون نايمة وبتحلم إن هي ماشية في الشارع، وفجأة بيحصل زلزال والبيوت كانت هتقع فوقيها، ولكنها بتصحى من النوم مفزوعة وبتعرف إن هي كانت بتحلم، وبتستغرب إن هي الفترة دي بقت بتحلم بكوابيس كتير. فعلى طول بتلبس هدومها وبتروح لشغلها، وبنعرف إن هي بتكون محامية مشهورة وناجحة وعمرها ما خسرت أي قضية في حياتها، وبسبب كده الناس بتكرهها لأن هي بتقدر إنها تطلع أي مجرم براءة، لدرجة إن واحد بيستناها وبيحاول ان هو يرميها بالكيس، ولكنها بتصده بشنطتها. وبنعرف ان زمايلها كمان بيغيروا منها، وده لانها بتاخد اشهر القضايا، وبيفضلوا يتكلموا عليها وبيقولوا ان هي ما عندهاش احساس وان هي دايما شبه الروبوت. ولكن المدير بيدافع عنها وبيقول لهم ان هو فخور بيها، وده طبعا لانها بتكسبه فلوس كتير. فبيقرر ان هو يعمل لها مفاجأة علشان يحتفل بنجاحها، لكنها لما بتوصل بتقول له ان هو خلاص خلص وقت شغلها وانها لازم تروح، وكمان ما بترضاش ان هي تاكل معاهم وبتسيبهم وبتمشي. وبيكونوا هم مستغربين من شخصيتها. وبتركب سيون العربية وبتسوق بسرعة كبيرة، وبتوصل على البيت وهناك بتظهر شخصيتها الحقيقية. وبتشغل سيون اغاني الفنان مشهور اسمه ايدول، وبتكون معجبة بيه من زمان ومتابعة كل اخباره، وبتكون مهووسة بيه لدرجة ان هي معلقة صورته في اوضتها، وكمان مشتركة في كل جروبات المعجبين بتوعه. وبتفضل طول الليل تتابع الاخبار وتكتب له في التعليقات، وبتقول عنه ان هو وسيم وملاك. وفجأة صديقها المقرب بيروح ليها وبيجيب لها اكل، وبيطلب منها ان هي تفتح له علشان يحتفلوا بالقضية الجديدة. فبترفض سيون لان هي بتكون مركزة في الاغاني، ولكن صديقها بيعرفها ان هو جاب لها اسطوانات جديدة الايدول اللي بتحبه. وطبعا بتفرح وبتفتح له وبتقعد تاكل معاه وهي بتسمع اغانيه. وبيبقى صديقها مستغرب ازاي بتحب حد عمرها ما قابلته، وكمان بيحاول يلمح لها ان هو وسيم اكتر منه، ولكنها بتتريق عليه وبتنصحه ان هو يلبس نظارة او يكشف على عينه. وبنعرف ان ايدول ده في نظرها احلى واجمل شاب ممكن تشوفه، وبيكون نفسها تشوفه وتتكلم معاه. وبنروح لايدول وهو نازل من عربيته، وبيبقى فعلا شاب وسيم وكاريزما، وبيشاور للمعجبين بتوعه وهو واثق من نفسه. ولكن فجأة واحدة من البنات بتهجم عليه وبتوقعه على الارض، وبيضطر الامن ان هو يبعدها عنه بالقوة. وبيحس في الوقت ده بالاحراج لانها بوظت تسريحة شعره. وبيدخل ايدول للشركة وبيزعق لكل الحراس بتوعه، وبيطلب منهم ان هم ما يخلوش حد من المعجبين يقرب منه. بعدها بيطلع على المسرح وبيبدأ الحفلة بتاعته، وبيفضل يرقص وبيغني بصوت جميل، والكل فعلا بينبهر، والجمهور بيكون مبسوط بأدائه وبيتفاعلوا معاهم وهم مبسوطين. في الوقت ده بتكون سيون عندها قضية في المحكمة، لكنها بتفضل تبص على الساعة لأنها مستعجلة بسبب ان هي عايزة تلحق الحفلة بتاعت ايدول. وعلى طول اول ما القضية بتخلص بتخرج بسرعة من القاعة، وبتدخل الحمام علشان تغير هدومها، وبتتنكر علشان محدش يعرفها. وبتركب ورا صديقها الموتوسيكل، ولكن الحفلة بتكون خلصت. وبيبدأ ايدول يمضي للمعجبين بتوعه، ولكن واحدة منهم بتكون مهووسة بيه وبتضربه بالقلم علشان عايزة تاخد رقمه. في الوقت ده الحراس بيضطروا ان هم يخرجوها بره، ولكن ايدول بيخاف من اللي بيحصل، وبيحس ان كل البنات اللي واقفين دول عاوزين يخلصوا عليه. فبيدخل الحمام علشان يسيطر على نفسه، وبيفضل ياخد في ادوية ومهدئات. وبنعرف ان هو بيتعالج من الاكتئاب بسبب اللي بيحصل له. وبعدها سيوم بتوصل، لكنها بتتفاجئ ان حفلة التوقيع خلصت، وبتزعل لانها كان نفسها تقابله. وبتقعد على الارض وبتفضل تعيط، وبيشوفها صديقها وبتصعب عليه وبيقعد جنبها وبيحاول ان هو يخفف عنها، وبيقول لها ما تزعليش، ومن ايدول ده ما يعرفش انك عايشة اصلا. لكنها بتبص على صورته وبتعرفه ان هي بتحبه، وكفاية عليها انها تسمع اغانيه وتشوفه من بعيد. وبيبقى عندها امل ان هما يتقابلوا في يوم من الايام. بعدها ايدول بيرجع للبيت وبيفضل يشرب علشان ينسى اللي حصل، لكنه بيحس بحركة غريبة، وبيلاقي وقتها 2 من معجبينه مستخبين عنده. فبيتعصب وبيتخانق معاهم وبيشتمهم، وبيطلب من الحراس بتوعه ان هم يخرجوهم بره. تاني يوم بيروح مدير اعماله يصحيه، وبيعامله بطريقة وحشة لدرجة ان هو بيرمي المايه في وشه، وبيوري له فيديو باللي هو عمله امبارح. وبيكون متعصب لان هو طرد معجبينه، وبسبب كده شهرته نزلت للمركز الثالث. وبيحاول ايدول ان هو يدافع عن نفسه لانه حاسس ان هو عايش في سجن، ولكن مدير اعماله بيقول له انت لازم تبقى شخص مثالي، وبيطلب منه ان هو يتحكم في مشاعره شويه. فبيضطر ايدول ان هو يسمع كلامه. في الوقت ده سيون بتحاول ان هي تحجز تذكره لحفلته علشان خاطر تشوفه، لكنها ما بتقدرش لان كل التذاكر اتباعت. وبتحتار وما بتبقاش عارفه تعمل ايه، لانها كل مره بتحاول بتفشل. وبالصدفه بتشوف اعلان لواحد بيبيع تذاكر في السوق السوداء، لكن سعرها بيكون غالي شويه. فبتقرر ان هي تشتريها، وبتتفق معاه ان هي تقابله، وفعلا بتروح له في الميعاد، ولكنها
لكنها بتصوره وهو بياخد الفلوس وبتقرر ان هي تقبض عليه. فبيخاف الشاب وبيطلع يجري منها، فعلى طول بتطرد سيون لحد ما بتوصل للجراج، وبالصدفة ايدول بيكون هناك واللي بيكون متنكر لانه بيحاول يستخبى من معجبينه، لكنها لما بتشوف وشه بتتفاجئ ان ده ايدول وبتتصدم وما بتكونش مصدقة عينيها، وبتفضل تبص عليه والوهلة كانت هتصرخ بصوت عالي لكنه بيحط ايده على بقها علشان المعجبين ما يعرفوش مكانه، وبيعتذر ليها وبيقول لها ان هو مضطر يمشي دلوقتي. وبتبقى سيون مش مستوعبة ان هي قابلت ايدول المفضل عندها، وبتفضل تبص عليه بنظرات كلها حب، وبتحس في الوقت ده ان هي بتحلم. بعدها ايدول بيروح للشركة لكنه بيسمع زمايله في الفرقة بيتكلموا عنه، وواحد منهم بيقول ان هو مش موهوب وبيستعطف جمهوره، وبيتعصب من كلامه وبيطلب منه ان هو يعتذر له لكنه بيرفض، وبسبب كده زمايله بيتخانقوا معاه، وهما الاتنين بيتخانقوا مع بعض وبيحاول اصحابهم ان هما يوقفوهم، بس الموضوع بيكبر منهم، وفي وسط الخناقة واحد منهم بيتكعبل وبيقع على الارض وبيتصف كتفه، وبيحس ايدول بالذنب وبيتصل بالاسعاف. وبعدها سيون بترجع للبيت وبتفتكر اللي حصل بينها وبين ايدول، وبتبقى مبسوطة اخيرا ان هي حققت حلمها وقدرت ان هي تشوف ايدول، لكنها بتشوف في الاخبار خناقته مع فريقه، وبتلاقي ناس كتير كاتبه عليه ان هو مغرور ومتكبر، لكنها بتكون واثقة فيه وبتفضل تدافع عنه. وبعدها ايدول بيرجع للبيت هو كمان بعد ما يطمن على زميله، وبيفضل يغني علشان ينسى اللي حصل. وفجأة صاحبه المقرب بيروح وبيقعدوا يتكلموا عن ذكرياتهم وقد ايه حياتهم كانت هادية قبل ما يبقى مغني مشهور، وبيفضلوا هما الاتنين سهرانين مع بعض طول الليل. تاني يوم ايدول بيصحى من النوم لكنه بيلاقي صاحبه واقع على الارض، وبيفتكره نايم لكنه بيتفاجئ ان هو غرقان في دمه، وبيعرف ان هو مات، وبيجري عليه وبيحضنه وهو عمال يعيط. وبتوصل المربية وبتشوفه وبتفتكر ان هو اللي عمل كده، ومن غير تفكير بتتصل بالشرطة وبيقبضوا عليه. بعدها سيون بتصحى من النوم وبتبص على صورته وهي فرحانة ومش عارفة ايه اللي بيحصل، ولكنها بتشوف في الاخبار اللي حصل لايدول واللي بيكون متهم في جريمة قتل صاحبه، فبتستغرب وبتفتكر نفسها لسه بتحلم، وبتجري على الاسم علشان تتأكد. وفعلا لما بتوصل بتلاقيه هناك، وبتعرف ان الموضوع حقيقي، وبتلاحظ ان هو مصدوم ومش مستوعب اللي حصل معاه. وقتها بتحس ان القدر بيجمعهم ببعض، وبتقرر ان هي تبقى المحامية بتاعته. بتحاول ان هي تتكلم معاه لكنه بيبقى منهار من العياط ومش مصدق ان صاحبه مات، وبيصعب على سيون وبتطلب منه ان هو يهدى ويتعرفوا اللي حصل. فبتسأله اذا كان شاكك في حد معين لان هو اكيد اللي عمل كده علشان يلبسك التهمة. وبيفتكر ايدول الاتنين المعجبات اللي كانوا بيطاردوه، وبيقول لهم ان هما دخلوا البيت من وراه وممكن يكونوا هو المجرم يكون عمل كده، وبيفضل يشتمهم وهو متعصب. فبتستغرب سيون من شخصيته لانها كانت فاكرة ان هو ملاك، وبتخرج من عنده وهي مصدومة لدرجة ان زمايلها بينادوا عليها وما بتردش عليهم. وقتها بتفضل تفكر في ذكرياتها في المدرسة، وبنعرف ان الطلبة كانوا بيتنمروا عليها لانها كانت منبوذة وملهاش اصحاب. بسبب كده حست بالاحباط ووقفت قدام البحر وكانت هتطير، ولكن ايدول كان معدي بالصدفة وشافها وفضل يغني لها علشان يحسن نفسيتها، وكمان لبسها الكاب بتاعه وطلب منها ان هي ما تستسلمش وانها تبقى قوية. واتأثرت فعلا سيون بكلامه، ووقتها رغبتها في الحياة رجعت لها تاني، فقررت ان هي تذاكر علشان تبقى ناجحة. ومن ساعتها وهي بتحبه وبتكون مهووسة بيه، وقررت ان هي تتابع كل اخباره لانه انقذ حياتها. وبتفوق من ذكرياتها وبتقف قدام صورته وبتبقى محتارة ومش عارفة اذا كان مظلوم ولا مجرم، لكنها بتتخيله قاعد جنبها بيتكلم معاها وبيطلب منها ان هي تثق فيه وتساعده. تاني يوم سيون بتروح للشغل لكنها بتلاقي المعجبين دول عاملين مظاهرة ضده، وبيطلبوا من الشرطة ان هم يدخلوه السجن. وبتزعل سيون ان هم تخلوا عنه، فبتروح تقابله وبتطلب منه يجاوبها وهو باصص في عينيها، وبتسأله اذا كان هو اللي ارتكب الجريمة ولا لا. فايدول بيتعصب وبيأكد لها ان هو بريء وما عملش حاجة، وبترد عليه سيون وبتقوله ان هي صدقته لان هي عارفة ان هو فاشل في التمثيل وما بيعرفش يكذب. وبتقرر ان هي تمسك القضية بتاعته، وبتطمنه من النهاردة انها هتبقى المحامية الخاصة بيه ومش هترتاح غير لما تثبت براءته. وبتسيبه وبتمشي، وبيكون ايدول مستغرب من شخصيتها وما بيبقاش عارف هي محامية اصلا ولا لا. وبعدها سيون بتروح تقابل صديقها المقرب وبتطلب منه ان هو يساعدها في القضية، وبتقوله ان هو يجمع لها معلومات عن المعجبين اللي كانوا بيطاردوا بطلنا، وهي هتروح البيت علشان تحاول تدور على اي دليل. وبيوصل المدعي العام واللي ماسك القضية وبيطلب منها انها تنسحب من القضية لانها هتخسر. وبتلاحظ سيون ان هو بيكون عنده وحمة في رقبته، وبتتفاجئ وبتعرف ان هو كان من الطلبة اللي كانوا بيتنمروا عليها ايام المدرسة. ووقتها الموضوع بيتشخصن
بتتخاصم معاها وبتتحدى ان هي هتكسب القضية، وبتسيبه وبتروح لمكتبها، لكنها بتلاقي مديرها مستنيها وهو متعصب لان القضية صعبة ومفيش محامي وافق ياخدها، وبيطلب منها ان هي تسيبها. ولكن سيون بتبقى واثقة ان هي هتكسب القضية، وبتوعده ان هي لو خسرت هتبقى تقدم استقالتها. وطبعا المدير بيكون عارف ان هي عنيدة، فبيقرر ان هو يسيبها براحتها. وبتبدأ سيون تشتغل على قضية، وبتعرف من صديقتها مكان الاتنين المعجبين اللي دخلوا بيته، وبتروح علشان تقابلهم، وبتوري لهم الفيديو بتاعهم، وبتهددهم ان هي هتبلغ عنهم. وبيحكي لها ان هم راقبوا ايدول وهو بيفتح الباب وعرفوا كلمة السر بتاعته، وبيعتذروا لها وبيعرفوها ان هم عملوا كده علشان بيحبوه، لان هم كانوا عاوزين يتقربوا منه. لكنها بتقول لهم ان ده اسمه تعدي على الخصوصية، وان الحب الحقيقي انكم تدعموه من بعيد وتتمنوا له السعادة. وقتها البنتين بيتأثروا بكلامها وبيحسوا بالندم، وبتقرر سيون ان هي تستغل الدليل اللي معاها. وفي يوم المحكمة بتقابل ايدول وبتطلب منه ان هو يرفع راسه، وانها النهاردة هتثبت براءته. وبيفرح بكلامها وفعلا بيدخل وهو واثق من نفسه. وبتقدر سيون ان هي تثبت للقاضي ان في 2 معجبين دخلوا البيت من وراه، وممكن المجرم الحقيقي يكون هو كمان عمل كده فعلا. فالقاضي هنا بيصدقها وبيقرر ان هو يمشي ورا الدليل، وبيقرر ان هو يخرجه بكفالة لحد ميعاد المحكمة النهائي. فبتفرح سيون، ولما بتخرج بتغيظ المدعي العام وبتحذره ان اللي عدى ده كان مجرد بس البداية. وبتمثل انها بتضربه، ولكنها بتوقف ايديها على وشه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتروح عند ايدول وبتسأله اذا كان في حد هيجي ياخده، فبيقول لها ان كل الناس اتخلى عنه. فبيصعب عليها وبتقرر ان هي توصله، وبتاخده معاه في عربيتها. ولكن هما في الطريق بيشوف صورة ليه وبينزل يقف قدامها، وبيبقى مكتوب عليها ان هو مجرم. فبيزعل ان كل الناس شايفينه فعلا مجرم، وبيفتكر ذكرياته مع صاحبه وصديق عمره اللي مات واللحظات الحلوة اللي عاشوها سوا. وما بيقدرش ان هو يروح وبيفضل يعيط، وفجأة بيقع على الارض من طوله وبيغمى عليه. تاني يوم لما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان ما بيعرفوش. وقتها بتظهر سيون وبترحب بيه وبتحكي له على اللي حصل امبارح. وبنعرف ان هو لما وقع في الشارع اضطرت ان هي تشيله وتاخده معاه للبيت بتاعها، ودخلته اوضتها، ولكنها شافته عمال يعيط وهو نايم، فعرفت ان هو بيحلم بكوابيس وصعب عليها، وفضلت ماسكه ايده علشان تطمنه. وبعد ما بتخلص كلامها بتحاول ان هي تسلم عليه، ولكنه بيخاف منها لانها ماسكه سكينه. ولحد هنا بيكون خلص الجزء الاول من المسلسل. ولو عجبك ما تنساش تعمل له لايك وتشترك في القناه علشان انزل لكم الجزء الثاني.